كلمتيش اسماء تيجي تعمل لك اكل ليه؟ طيب لا اسماء قاعده مع عيالها. هتسيب عيالها وتيجي تعمل لي اكل؟ وانت لازمتك ايه في البيت يعني؟ على مهلك. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا نور؟ يا عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ بقول لك ايه، النهارده يوم شقه. لا والله. والله. معلش يا حبيبي، ربنا يقويك يا رب. عملت لنا غدا ايه؟ لا انا ما عملتش والله يا نور. انت عارف ما بقدرش اقف من رجلي يا ابني. ما انت عارفه يا منا في الدكتور مع ابوه. وانا ما ذنبيش حاجه. انا ابوها عيان. انا مال انا يا ابني ما بقدرش اقف على رجلي اطبخ ولا اعمل حاجه. ما انت عارف يا نور، دي كل يوم نازله يا ابني، ما بتجيش الا اخر النهار. طب ابوها هترميه يعني ولا ايه؟ لا ما اعرفش بقى، انا ما اعرفش، انا ما اقدرش على كده. غريب بصراحه. ايه بتقولي كلام غريب يا امي. ده طب أبوها. كلام غريب؟ انا ما اقدرش اقف اطبخ. خليها تعمل لك الاكل قبل ما تمشي يا سيدي. ما تعملش حساب انا في الغدا، تعمل لك انت بس. مش معقول كده. هي جت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا نور، جيت امتى؟ جاي لسه داخل. عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله. بابا عامل ايه؟ تعبان والله يا نور، ربنا يشفيه. ربنا يشفي كل مريض. اللهم امين. بقول لك يا نور، انا عايزاك الفتره الجايه تبقى تستاذن من الشغل كده بدري كام ساعه، عشان بابا محتاج علاج طبيعي، وانت عارف انا صعب لوحدي ان انا اوديه. وابني يعمل لك ايه يعني؟ يساعدني في طلوع السلم ونزوله، ويبقى خد باله من بابايا. لا ماما، انا ابني عنده الغضروف، ما يقدرش يشيل ويعمل اهو. طب انا اعمل ايه في ابويا؟ ارميه يعني؟ هو انت عايزه تجيبي اجل ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا اعمل ايه؟ ما عنديش يا امي ما لازم لا ابني ما يقدرش يا ماما يشيل ابوكي تقيل. وانت يا ماما لو تعبتي يا ماما مين هيشيلك؟ مش يا اختي بعد الشر في وشك وفي عينك دي. لا حول ولا قوه الا بالله. ارمي ابويا طيب انا ولا اعمل ايه؟ يا منا انا معاكي خلاص، ما تشغليش بالك. يعني ايه انت معاها يعني؟ يا امي دي بقى ولما تتعب يا اخويا حد هينفعني انا ولا ايه؟ ده ابوها يا امي. هو هنسيبه؟ لا انا قلت لها ابوها ترميه تشوف حد يشيله. نور اعمل حسابك على الشهرين، يوم ويوم. ها الله. انا ما غير. انا جعانه ست منى. هو يعني ايه؟ انت ما عملتيش اكل؟ لا ما عملتش اكل يا حبيبتي. وانا المفترض بعد كل الوقفه اللي انا وقفتها دي النهارده ان انا ادخل اعمل اكل؟ لا وانا ما ذنبيش حاجه، انا ما بقدرش اقف اطبخ وانت عارفه كده. ما تعمليش الاكل ليه يا اختي وتشيليه قبل ما تنزلي؟ ما كلمتيش اسماء تيجي تعمل لك اكل ليه؟ طيب لا اسماء قاعده مع عيالها. هتسيب عيالها وتيجي تعمل لي اكل؟ وانت لازمتك ايه في البيت يا اختي؟ على مهلك اعملي اي حاجه. اطلب فرخه نور مشويه، انا مش قادره اعمل حاجه. لا مش هيطلب فراخ يا اختي. خليها تطلع اي حاجه من الفريزر تعملها. ما انت شايفاها يا امي جايه تعبانه. لا اما تطلع تحط في الحله الضغط يعني، مش هتاخد وقت. هجيب لك فرخه من الراجل اللي انت بتحبيه. ما بحبش الفراخ اللي بره وانت عارف. طب اجيب لك ايه؟ خلاص هات لي بيتزا بقى. ما تجيبليش فراخ من بره. هجيب لك البيتزا اللي انت بتحبيه. ماشي. بقول لك ايه، انت ما تقدرش يا ابني على شيل ابوها عشان ظهرك يا حبيبي. يا امي ما هي في موقف صعب وما نقدرش نسيبها. انا في الاول وفي الاخر خايفه عليك، انت حر يا نور. ما انت خايفه عليا بس برضه ده ابوها، وهي برضه موجوعه عليه ولازم تعالجه وتهتم بيه. خلاص انت حر. شوف انت اللي انت عايزه اعمله يا ابني. ماشي يا امي.